بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم بإذن الله عز وجل. اليوم هيكون موضوعنا عن خل التفاح الطبيعي وفوائده، تمام، وطريقة استخدامه وكيف أنا أستفيد منه وليش آخذه. بالنسبة لخل التفاح، من أهم فوائده إنه بنظم السكر في الدم، تمام. يعني للناس اللي عندهم سكري أو حتى اللي مخزون السكر عالي، تمام. أنا بخص في الناس اللي عنده مخزون السكر عالي، يعني لسه ما صار مريض سكري، هو مهيئ إنه يصير مريض سكري، تمام. بنصحه باستخدام خل التفاح. وكمان برضو الناس اللي بيعانوا من مرض السكر برضو بيساعد بتنظيم السكر في الدم. كمان شغلة مهمة إنه بيساعد على تحسين عملية الهضم. الناس اللي بيعانوا من مشاكل في الهضم بيساعد في تحسين عملية الهضم. كمان بيساعد في التخلص من الغازات والنفخة، تمام. في كثير شباب بيكونوا بيعانوا من القولون العصبي أو غيره، تمام. استخدام خل التفاح بيساعدك من التخلص. إذا ما تخلصش من المشكلة من جذرها، بيساعدك على إنه المشكلة عندك تخف بشكل كبير. كمان شغلة مهمة إنه بقلل مستوى الدهون في الجسم، كويس. ممكن استخدمه في إنه أحسن من مستوى امتصاص الفيتامينات. وكمان بحسن من العصارة الصفراوية. لما تكون العصارة الصفراوية كويسة في المعدة، هيك المعدة بتتخلص من البكتيريا، بتتخلص من الجراثيم الموجودة في المعدة. في كثير شباب بيعانوا من جرثومة المعدة، يعني استخدامك لخل التفاح بحسن من العصارة الصفراوية، تمام. فبتتخلص إن شاء الله من جرثومة المعدة. أما يا شباب بالنسبة لطريقة استخدام خل التفاح، تقدر تحط بس معلقة واحدة على كاسة مية، تمام، وبتشرب. ممكن استخدمها بعد كل وجبة، وممكن استخدمها مرة باليوم. وكمان بنفع أعمل صحن سلطة، بحط معلقة على صحن السلطة وبقدر أكل. وبتمنى السلام للجميع، وبتمنى التوفيق للجميع. كان معكم كابتن محمد قويطة، باور جيم. سلام.